بين شالكة ومانشستر سيتي، وبالفعل حدث ما قلنا. لقد قمنا بتخمين كل شيء، تخمنا كل. الكابتن نبيل، اليوم صحيح في تألق رونالدو، لكن في تألق لأليجري اليوم في تبديلاته، في تغييراته، في تبديل المراكز، في تبديل طريقة اللعب. بالضبط هشام، مثل ما تألق سيميوني في المباراة الماضية وقلت أن ناخذ ريسك كبير، يعني عمل 3 تغييرات بين دقيقة 57 ودقيقة 68. اليوم أليجري من خلال تغييراته، أولا من خلال الطريقة اللي يلعب بها، أولا فاجأنا، ولا حد كان ممكن يتنبأ ولا محضر نفسه أنه أليجري باش يلعب ب3 وراء 3 فيها معناها فليكسيبيليتي. ثلاثة إمري تشان تراه في وسط الملعب وتراه في الخط الخلفي، لكن أكثر شيء لما اليوفي يحب يخرج الكرة تراه موجود في الخط الخلفي، موجود كمدافع ثالث على اليمين، في الوسط كان بونوتشي، وعلى اليسار كيليني باش يحاول يصنع اللعب، مع وجود كل من كانسيلو وسبيناتزولي كاينهم جناحين ومهاجمين 2 موجودين في الخط الامامي، مع تقدم بيانيتش كصانع العاب متقدم شويه مش متاخر كالعاده لانه امري تشان. ثم في الشوط الثاني تغيرت الامور، دخول ديبالا ودخول كين انهى مباراته. الشيء اللي عجبني كثير التنوع معناها في الطرق التكتيكيه نتاع أليجري في مباراه اليوم. هشام ما حسيناش بنقص، وكان زميلنا حبيب الدراجي معناها يتساءل هل اليوفي قادر باش يلعب بنفس النسق من بدايه المباراه لنهايه المباراه بهذا الضغط العالي في مناطق فريق اتلتيكو مدريد. استطاع اليوفي، الروح كانت موجوده، الرغبه كانت موجوده، ثم اللياقه البدنيه العاليه اللي موجوده عند الايطاليين ايضا. الفريق انهى المباراه، وهنا نقول انه مانيش باش نذكر اللاعبين الكل، طبعا السوبر ستار هو كان رونالدو بتسجيل 3 اهداف، لكن اللي عجبني اكثر في مباراه اليوم كانسيلو اللي بدا المباراه كظهير ايمن وكملها كظهير ايسر. نفس الشيء بالنسبه لامري اللي بدا في محور الدفاع ثم في خط وسط ميدان وانهاه كظهير ايمن. بدون هذا يعني التغييرات الكل ممكن تعملهم هذه في الطريقه التكتيكيه، لكن بدون ما يتاثر الفريق، وهذا الشيء اللي عمله اليوفي في مباراه اليوم. الروح الانتصاريه كانت موجوده على عكس المباراه الماضيه. وكما قلت في البدايه اذا كنت تحب تفوز بالتشامبيونز ليج وتلعب الادوار الاولى لازم يكون عندك لاعب مثل كريستيانو. لكن ما جاتش رده فعل، يعني في الهدف الاول ما فيش رده فعل، في الهدف الثاني ما فيش رده فعل. بعد اذنك سأعود اليك كابتن عدنان. كانسيلو مع حسين ياسين، تفضل حسين. شكرا هشام. una vittoria انتصار ليس مهم بل هو تاريخي. اليوم كانت أمسية تاريخية ومثالية. نعم، كانت لحظات رائعة وساحرة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية. قدمنا مباراة كبيرة، ولكن كنا نعرف جيدا بأن أتلتيكو لديه فريق قوي، ونحن استطعنا في النهاية أن نفوز وتأهلنا. مع كريستيانو رونالدو يوفنتوس بإمكانه أن يصل ليس فقط بعيدا، ولكن بإمكانكم أن تحلموا الفوز باللقب. نعم، كريستيانو رونالدو هو لاعب مميز للغاية، هو الأفضل، وأيضا هو يساعد الفريق، ونحن لدينا أيضا أهداف مهمة. لقد وصلنا إلى الهدف الأول، ولكن نفكر خطوة بعد الأخرى. بعد ذلك سنفكر في مباراة جنوة القادمة. شكرا لزميل حسين ياسين. سنعود إليك بعد حين. كابتن عدنان، قلنا وأنه ردة فعل ما كانتش موجودة على جميع المستويات من طرف الأتلتيكو مدريد. اليوم أتلتيكو مدريد لا علاقة له بأتلتيكو مباراة الذهاب. طبعا أسلوب أتلتيكو والطريقة اللي اختارها سيميوني أعتقد ساعدت كثيرا اليوفي على فرض الأسلوب. عندما لا تستطيع كسر الضغط، عندما لا تملك لاعبين عندهم القدرة على التحكم والسيطرة بالكرة أو الخروج بالكرة، فهذه مشكلة كبيرة. اليوم أتلتيكو افتقد للاعبين عندهم قدرة على الخروج بالكرة، لم يستطع أن يبني أي هجمة حقيقية خلال 90 دقيقة. لم نشاهد. موراتا كان سيء جدا، وأنا استغرب أنه موراتا استمر خلال 90 دقيقة. نعم، غياب كوستا مؤثر. كوستا في مباراة الذهاب كان من اللاعبين المؤثرين في الضغط العالي، في القوة، في
في الالتحامات، لكن اليوم موراتا افتقد لهذا. حتى غريزمان اللاعب المهم والمؤثر اللي يستطيع أن يتحكم بالكرة في التمرير، في أن يكون محطة مؤثرة، لكن اليوم الفريق افتقد كل هذا. كل من يعرف سيميوني يعرف أنه سيناريو المباراة سيكون بهذه الطريقة، ولكن بهذا السوء، عدم القدرة على التمرير، عدم القدرة على الاستحواذ، عدم القدرة على صناعة تسمى الامور لفائده اليوفي منذ بدايه الجول هذا مهم جدا. انا اشوف كريستيانو رونالدو وقف في الهواء، وقف لانه طلع قبلهم كلهم، هما نزلوا هو مازال في الهواء فوق، وهذه معناها موهبه من عند المولى موهبه من عند المولى سبحانه وتعالى. بص يا اتشو، فوز اليوفي راجع لقوه اليوفي وليس لسوء اتلتيكو مدريد. انا وجهه نظري النهارده اليوفي كان قوي وتفادى اخطاء المباراه الماضيه الذهاب، ولعب على امكانياته، ولعب على نقاط قوته، ولعب على اكتر حاجه مميزه عنده النهارده اللي هو رونالدو. زي ما قلت اللي انت بين الشوطين قلنا عشان تحول لجيد جدا لامتياز، كان سيلو يزيد من ناحيه اليمين الادوار الهجوميه وتمركز رونالدو داخل منطقه الجزاء، وده اللي حصل الشوط الثاني. كورتين راجل سدد 3 تسديدات على المرمى، جاب 3 اهداف. في اكتر من كده حصل؟ لكن ما كانت فرص كثيره لليوفي اليوم. نعم فاز 3، لكن ليس من فرص كثيره، من 4 أو 5 فرص سجل اليوفي، وهذا يدل انه نعم هناك تركيز عالي، قدره. طبعا ميزه رونالدو معروفه، اللاعب اليوم كان في افضل حالاته خصوصا بالكرات العكسيه، هدفين من كرتين عكسيه وكره ثابته، لكن اللي ساعد انا اعتقد سوء اتلتيكو اليوم. اتلتيكو لم يلعب مباراه كره قدم، شاهدنا فقط يدافع، ولكن لا يملك القدره على اللعب، على صناعه الفرص، الخروج بالكره، لم يستطع ان يخرج بالكره، 4 تمريرات لم يستطع ان يعمل، ولهذا انا اعتقد الاتلتيكو اليوم كان سيء جدا وسلم المباراه. بعدين كابتن عدنان انت كل ما تتكلم يجي طيب نرجع لك بعد، خلي يجي اكثر ما يمكن من الضيوف. البونوتشي مع حسين ياسين، تفضل حسين. شكرا هشام. ليوناردو هذه أمسية مثالية، تقريبا هي من أجمل مباريات يوفنتوس تاريخيا. بكل تأكيد هذه المباراة ستدخل التاريخ، هذا كان هو هدفنا اليوم. لقد صنعنا التاريخ، نشكر الجماهير ونشكر أيضا كل من كان في الاستاد. لقد لعبنا وضحينا، كل منا أيضا لعب بفخر ومن أجل تمثيل هذا الفريق خير تمثيل. لقد قدمنا مباراة كبيرة. أيضا السيد أليغري المدرب أعد لهذه المباراة كما يجب. لا تستطيع أن تفوز بمفردك، ولكن يجب أن تفوز مع الفريق. قبل الحديث عن كريستيانو، كيف استعديتم لهذه المباراة في غرف الملابس؟ ماذا قلتم قبل دخول المباراة وماذا قال لكم أليغري؟ بكل بساطة نحن استعدينا للمباراة بطريقة جيدة، ورأيتم ذلك على أرضية الميدان. لقد أحرزنا 3 أهداف. لقد قلنا بأن الإنجازات يجب أن يصنعها اللاعبون الكبار، ولكن الرجال قبل كل ذلك. مع كريستيانو رونالدو يلعب بهذه الطريقة. أنتم لديكم حلم الفوز بلقب دوري الأبطال. نعم هذا طبيعي. كريستيانو رونالدو تعاقد معه رئيس النادي، وعندما جاء به إلى يوفنتوس كان هدفه هو الوصول إلى أبعد نقطة في دوري الأبطال، وهو أثبت اليوم بأنه لاعب جيد، بل هو الأفضل في العالم. شكرا. شكرا لزميل حسين ياسين. كان استمعتم إلى البونوتشي. نحن سنتوقف قليلا أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل سنستمع إلى ما قاله كريستيانو رونالدو مباشرة أثر المباراة. فابقوا معنا.
الكل كان في انتظار رونالدو في الشامبيونز ليج، الكل كان في انتظار رونالدو لهذه الريمونتادا اليوم امام الاتلتيكو مدريد. فجاءت الثلاثيه، فجاء الانتصار، فجاء الترشح لليوفي. نستمع الى ما قاله كريستيانو رونالدو بعد المباراه. هذه هي ليلتك وأنت رديت بفعل كبير بثلاثية. إنها مباراة كبيرة للفريق بأكمله. كان يجب علينا أن تكون ليلة مميزة ليس للأهداف فقط وبل بسلوك وأداء كل الفريق، وهذه عقلية دوري الأبطال. إذا وصلنا على هذا المنوال لم نفوز بأي شيء حتى الآن، ولكننا نشعر بالفخر لا يحدث هذه الريمونتادا في كل تاريخ يوفي. لهذا السبب تعاقدت معي لا يوفي لكي أساعد الفريق. أنا أحاول أن أقوم بعملي وأنا سعيد بما قدمته اليوم. لقد كانت ليلة سحرية. فوز على أتلتيكو مدريد الذي لا يتلقى مباراة بهذا الشكل ستكون دافع بالنسبة لكم بعيدا. أتلتيكو مدريد فريق صعب جدا ونحن فريق أكبر منه واستحقينا الفوز. وفي النهاية الآن الوقت مبكر أن نذهب خطوة بخطوة. طبعا كان هذا رونالدو أليساندرو، هذا رونالدو الذي جاء لليوفي، ومن أجل هذا جاء لليوفي. اليوم يؤكد ذلك، والثلاثية تقول أنه فعلا رونالدو جاء للتشامبيونز وهو موجود للتشامبيونز، وهذا تحدي كبير بالنسبة لليوفي. ما فعله اليوفي في الميركاتو هذا الموسم اليوم يتضح أنه فعلا عملية انت تقول لي على الماركتينج من اول ماتش، من اول قبل المباراه قلت لك انا خلاص. اليوم احنا قلنا اليوم في لاعبين هشام خارج التقييم. احنا قلنا اليوم نتاكدوا نعرفوا اذا رونالدو اوكي. في لاعبين خلاص خارج التقييم. ميسي ورونالدو ما تقدرش تقيمهم. ما قلناش تقييم، ما احنا مالناش نقيم في رونالدو. لا معقول نقيم في رونالدو؟ ما يستحقش تقييم. قلنا وأنه جاء للتشامبيونز. إلى حد الآن لم نشاهد رونالدو في التشامبيونز مثل ما يلزم. يعني اليوم خلاص اقتنعنا. اليوم أعطى لليوفي. أنا مقتنع. المهم وأنه أنيلي هو المقتنع، وهو الذي أعلن التحدي منذ بداية الموسم. واليوفي فاز اليوم. اليوفي فاز برونالدو. اليوم على لعيب عنده 124 هدف في دوري الأبطال. 124 هدف، يعني بنتكلم على دوري أبطال رونالدو مش دوري أبطال أوروبا.